انسلخوا. انت سافي ولا باقي؟ باقي. صافي؟ باقي. يا واش تقتل فيه مدفعه؟ بعد ما شفنا فضيحة الإمارات قدام المغرب وأكلوهم بثلاثة، الحمد لله يا ربي، بس ايدنا وشو قفلنا، خسرنا فرق جول بس، ولك طلعنا بشرف. الإمارات دولة المليارات عم تتبهدل كرويا قدام المغرب يا محلى. احنا هزمنا ميسي وديباول وماكاليستر ودي ماريا ولوتارو مارتينيز وجماعة ميسي كلهم. ما تبغون نهزم المغرب؟ مين اللي قال عرب افريقيا افضل من عرب اسيا؟ ده انا بحلم فيك وبالنهائي انا مستنيك. يا جماعة الخير، كيف الحال؟ عساكم طيبين. يا جماعة لعبنا مع المغرب وفازوا علينا 3-0. يستاهلون صراحة. المغرب لعبهم لعب يعني في حماس ولعب صراحة اسطوري، ما عليهم كلام، ما شاء الله عليهم. من اول مباراة لين اخر مباراة وهم يلعبون لعب يعني صراحة اسطوري. وهارد لك لنا طبعا، احنا ما يعني خسرنا، لكن في مباراة ثانية ان شاء الله بتكون على الثالث والرابع. ما نفقد الامل. المنتخب المغربي منتخب قوي، ياب الرابع عالميا، منتخب جدا قوي. يعني نحن نخسر منه 3، هذا شيء بالنسبة لنا شيء اوكي. يعني نحن صراحة ادينا اللي علينا واللاعبين عندنا منهكين وهذا، فالامور طيبة. وهارد لك لنا طبعا. يستاهلون المغاربة، وديما مغرب عاد. بعض الناس ما بتكلم منو الناس هذيلا، بعض الناس ما عندهم هاي الروح الرياضية. شوف فازوا علينا المغرب 3 عادي، عندنا عادي، ما قلنا عليهم مجنسين. يستاهلون اخواننا المغاربة، يستاهلون فوزنا من فوزهم. بعض الناس يشلون الحقد. ويلا مع السلامة يا اخوان. الله يعشر خطوات ديالكم، الله يعشر خطوات ديالكم، الله يجعل لكم القدم بألف حسنة، الله يجعل البركة. وسمحوا لنا، الله يجعل البركة. والصوبة جمع خيوطك طلوبيتك، الله يجعل البركة. لا، الله يجعل البركة ما يخلي. السلام عليكم ورحمة الله. هارد لك للإمارات وجماهير الإمارات ولكل من تعنى وحضر إلى الدوحة وآزر المنتخب. لينا هني وبس، بكل أمانة ما قصروا، سووا اللي عليهم. ما كنا متوقعين أن نوصل لهالمرحلة بحكم أن فريق لسه جديد وما في تجانس، ومع الأيام إن شاء الله راح يكون هذا المنتخب له شأن كبير. ألف مبروك للمغرب وجماهير المغرب وشعب المغرب. شعب راقي محترم، يعني حتى وانت طالع معليش هارد لك، نحن وانتو خوت وانتو نحن واحد. والله يستاهلون الفرحة وفالهم البطولة بإذن الواحد الأحد، بعكس جماهير اللي طردناهم من دور الثمانية. همجية، غباء، تخلف، تعالي، ما تدري على شو هو متعالي، ما تدري. المشكلة تشوفه من فوق لين تحت كله على بعض ما يسوى 3 ريال، وعلى شو متعالي الله أعلم. تستاهلون الفرحة يا المغرب وجماهير المغرب، وبإذن الواحد الأحد لكم البطولة إن شاء الله، إن شاء الله، ونفرح معاكم في النهائي. تحياتي. منتخب النشامة بدكم تربحوا المغرب، رح أعطيكم التعويذة. اوعوا تقولوا هاتوا المغرب. يا بي نحن قلناها وأكلنا كتلة. اطلعنا نبكي من الملعب. منطقة ال18 ما عاد طلعنا منها، بقلبوا أسود وكعش دبابير وبفتح عليكم. ديروا بالكم، والله بصيروا يزقروا مثل الأسود بالملعب.
احنا بقول لك منطقة ال 18 ما عاد طلعنا منها، وك حارسه مشتهينا نشوفه. ما في منتخب قالوا لهم هاتوا المغرب الا ما طلع اكل كتله حشكه لبك وطلع يبكي من الملعب. ديروا بالكم، هاي قلت لكم التعويذه والباقي عندكم. والله المنتخب المغربي ما عندهم احترام، ارسلوا لنا منتخب الرديف ووصلوا النهائي، ما عندهم وقت حتى ان يرسلوا الفريق الاول. هذول لو جايين الفريق الاول شو كان سووا فينا؟ شرشحوا المنتخبات العربيه الشرشحه يا رجل. يعني لو جايين الفريق الاول كان تأهلوا النهائي من دور المجموعات. تخيل كذا انت شاد حيلك تروح تتمشكل مع واحد تتضارب معاه، تقول له ايه شو مشكلتك؟ يقول لك برسل لك اخوي الصغير، بعدين اخوه الصغير يجي يبهدلك بهدله ويفضحك قدام الناس.